عارفين اللحظة اللي بتيجي عليكم اللي بتكونوا فيها من كتر الضغط على نفسكم فجأة بتلاقي نفسكم مش حاسين بأي حاجة انتوا بتعملوها، ماشيين على رتم معين وبس، ولا حاسين لا بخطوات ولا بإنجاز ولا حاسين بأي حاجة انتوا بتعملوها. جواكم انفعالات ذاتية، تلاقي نفسكم بتتعصبوا على أي سبب إن كان، أي سبب تافه بيجي ممكن ينرفزك من جوه ويشقلب كيانك حرفيا. أي حاجة، أي سؤال مثلا ضايقك شوية بتلاقي نفسك بتبالغي جدا في ردود الأفعال، مش فاهمة إيه السبب، مش فاهمة إيه سبب الضغط اللي جواكي، ولا سبب الخنقة، ولا سبب الاندفاع الزايد اللي بتلاحظي عليكي بمجرد ما تتعرضي لأي موقف ممكن يكون عابر جدا، ممكن ما يستاهلش رد الفعل ده، بس غصب عنك بتلاقي نفسك مندفعة. وفجأة البطارية بتفضى، فجأة بتلاقي نفسك مرة واحدة مش قادرة حتى تقومي تعملي الحاجة العادية جدا اللي بتعمليها في يومك اللي ممكن متاخدش منك مجهود أصلا. فجأة بتلاقي نفسك وكأن حد اتكى على الستوب، كل حاجة وقفت، حتى دماغك وقفت، بس انتي قاعدة ما بتعمليش أي حاجة، ممكن سوشيال ميديا ريلز، قاعدة في اللاشيء، مخك متعطل، كل حاجة متعطلة، كل حاجة حواليكي واقفة. تدخلي وقتها في حلقة مفرغة من الضغط وجلد الذات، أحيانا المقارنة، أحيانا فجأة تلاقي نفسك بتتسحبي لدوامة سودة، مش عارفة ايه سببها ولا فاهمة دي جت امتى وهتروح ازاي ولا انا هخرج منها ازاي. ولكن كل اللي انتي حاسة فيها ان انتي مخنوقة، مش قادرة تقومي تعملي اي حاجة، كل ما تبصي حواليكي على الحاجات اللي واقفة ومتعطلة ومتراكمة عليكي تحسي بالضغط اكتر. اوعي تطوعي نفسك، دي حلقة حرفيا لو فضلتي فيها مش هتخرجي منها، وكل اللي انت بتعمليه هيتهد، وساعتها الخسائر مش هتقدري تلميها. الحل الوحيد انك تقومي وتحاولي تلمي اللي فاضل منك وتخرجي برا الدايرة دي. ولو فضلتي مستنية وعارفة ان هيجيلك وقت هتقومي فيه وتنجزي اللي متعطل، صدقيني انا بقولك لا، حتى لو جه الوقت ده هتلاقي اللي وقع منك مش قادرة تلميه، والخسائر زادت والضغط ممكن يزيد بعد كده. انا بقولك في اللحظة دي ما تطوعيش نفسك، الحل الوحيد انك تقومي تكسري الدايرة دي وتخرجي، حتى لو هتعملي حاجة بسيطة جدا، ما تفكريش في اي حاجة ولا تمنطقي اي حاجة، اللي تقدري تعمليه اعمليه، على الاقل قللي الخسائر، اعملي اي حاجة، واحدة واحدة بتلاقي الطاقة تيجي تاني، واحدة واحدة بتلاقي نورك يبتدي تاني. اوعي تنسحبي من غير ما تحسي. في اللحظة اللي انت شايفة فيها ان برغم الخنقة اللي انت فيها وبرغم الطاقة اللي خلصانة بس قادرة تنجزي حاجة، وعلى الأقل بتلم الخسائر اللي بتقع اللي ممكن تزود عليك الضغط أكتر وتزود النوبة أكتر، صدقيني هي اللي هتخرجك، إحساسك بالإنجاز هو اللي هيطلعك من الدايرة دي. بس مجرب.